كلنا عندنا حد في دماغنا بيولع على الفاضي. واحد يقفل عليك في الإشارة تتنرفز، حد يرد عليك ببرود تتوتر، قهوة وقعت يومك باظ خلاص. بس كتاب لا تهتم بصغائر الأمور بيقولك عديها يا باشا. عارف إن 90% من توترك بيجي من حاجات تافهة؟ يعني مش الأزمة اللي بيقتلك هو دماغك وهي بتكبرها. الكاتب بيقولك سيبك من الزحمة، سيبك من الكمال، سيبك من الناس اللي بتستفزك وريح دماغك. لهدوء مش ضعف، ده فن، واللي يعرف يعدي هو الأقوى في اللعبة دي. الناس هتفضل تعمل حاجات غريبة، بس رد فعلك ده اختيارك. تعلم تقول مش مهم، وخلي دايما في وشك ابتسامة تقول أنا أكبر من كده. لو عايز تعيش مرتاح خدها قاعدة، ما تديش حاجة صغيرة طاقة كبيرة، ريح دماغك وعديها. لو عجبتك الجرعة دي ما تنساش اللايك والشير. وعايز تعرف أكتر عن كتب بتهدي الأعصاب؟ تابعنا، عندنا الكنوز كلها. اعمل فولو وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.